Today, if you want to be a great company, think about what problem you can solve. They kept asking us, how'd you guys do it? Do you have a job? No. Do you have a retirement plan? No. Did you save money? No. You had that third failure in a row. Did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. إيلون ماسك، أكيد سمعت اسمه، وسواء شفته على اليوتيوب أو قريت عنه في الفيسبوك أو يمكن ظهر قدامك بالصدفة في التلفزيون، بس الأكيد إنك تعرفه. أغنى رجل في العالم، ثروته لحد تصوير الفيديو ده 255 مليار دولار. الرقم ده كبير لدرجة صعبة تتخيلها، بمعنى إن $1,000,000 اللي هو حلم بالنسبة لك، يعني بقيت شويتين 3، هو عنده منه 255,000. رقم مرعب، مش كده؟ لو قلنا ان الدايرة دي بتساوي سنة كاملة من حياتك، ولو افترضنا انك بتكسب 5,000 جنيه في اليوم، واللي هو يعتبر حلم لأغلب الناس، 560 سنة عشان تقدر تعمل أول $1,000,000 بالنسبة لك. $1,000,000 مش دولار. وده لو كان دخلك 5,000 جنيه في اليوم، مش في الشهر. بس خليني ارجع لك تاني يا صديقي، لانك اكيد عايش حياة عادية. يمكن انت اتخرجت من الجامعة وشغال في وظيفة، عندك اهل عايزين يكونوا فخورين بيك، عايز تتجوز، تفتح بيت. لكن الاكيد وخصوصا بعد التضخم والتعويم، الفلوس مقصرة معاك حبتين 3. عليك اقساط، ده غير ايجار البيت والمية والنور والفواتير اياها. بتاكل وتشرب من الفلوس اللي بتفضل في مرتبك. او يمكن انت طالب بتدرس في مجال معين على امل انك لما تتخرج هتلاقي فرصة في سوق العمل تقدر منها تكون مستقبلك. وبين كل ده وده بتفتح اليوتيوب، تلاقي ناس كتيرة بتقولك طلعت من شخص كان علي دين فوق 60,000 يورو بعمري ما كنت بحسن بوفيه، وبتسأل نفسك ازاي الناس دي بقى معاها ملايين ومليارات الدولارات. وقتها بتحس انك ولا حاجة. اكيد انهم محظوظين. تفضل بقى تبرر لنفسك ان اكيد الناس دي مولودة في بقها معلقة ذهب، او اكيد سرقوا واشتغلوا في حاجة شمال جابت لهم الفلوس دي وفي وقت قصير. او تقول لنفسك ان الفلوس مش كل حاجة، الفلوس مش بتشتري السعادة مثلا. لكن سامحني يا صديقي، كل دي شماعات بتعلق عليها فشلك في تحقيق احلامك، سواء كانت الاحلام دي انك تشتري حاجة لنفسك فيها، او تسافر تكتشف العالم، حتى تعيش حياة انت مختارها بنفسك. بس بالتدريج هتحاول تتأقلم على ظروفك، وهتقول ان السعادة في الرضا، وانك ترضى باللي معاك، وكل احلامك دي هتكون مجرد احلام هتشوفها زي ما بتشوف القمر، مكان بعيد وصعب توصله، لا اكتر ولا اقل. بس الاكيد ان في جواك صوت بيقولك ان لسه ممكن تلاقي طريق يوصلك للحلم ده. ومع ان في ملايين الطرق تقدر تجيب منها فلوس، لكن انا جاي النهاردة عشان اقولك ان في طريق واحد لو مشيت فيه صح بضمن لك انك هتنجح تجيب فلوس وهتبقى غني. زي ما انا بالظبط متأكد ان 1 زائد 1 بيساوي 2. لكن خليني اقولك حاجة، زي ما اكدت لك انك لما تمشي في الطريق ده هتبقى غني، بقولك ان مش كل الناس هتقدر تكمل فيه للآخر، لانه طريق صعب ومتعب، طريق هتكتئب فيه وهتحزن فيه، وهتيجي على اعصابك كتير، وممكن تلاقي نفسك لوحدك ومحدش حتى مصدق انك ممكن تنجح. عموما لو فعلا مستعد تتعرف على الطريق ده وتسمعني، يبقى اهلا بيك. انا رامز، اعتبرني صاحبك
اللي هينور عينيك على حقائق كتير قوي في الدنيا. واللي خلاني اعمل الفيديو ده اني تمنيت الاقي حد يقول لي الكلام ده من زمان ويفتح عينيا على حقائق كتير محدش قالها لي. ودلوقتي سيبك بقى من كلام التحفيز ده وخلينا ندخل في الموضوع على طول. كمل معايا الفيديو للآخر وانا هضمن لك ان الكلام اللي اقوله لك يستاهل وقتك وهيفيدك اكتر. خليني اسألك سؤال، انت بتشوف فلوس ازاي؟ هل هي مصدر امان بالنسبة لك ولا هي وسيلة للراحة والرفاهية، ولا انت شايفها مصدر الشر في الحياة اللي بنعيشها؟ بص، مهما كنت شايف الفلوس ازاي، خلينا نتفق على حاجة واحدة، وهي اننا محتاجين الفلوس في حياتنا بشكل ضروري جدا، سواء بقى تشتري بيهم اكل وشرب، او هتريحك لما تجيب لك عربية ترحمك من المواصلات، او تسكن في مكان راقي، او حتى هتصرفها في فسح وخروجات. بس في الاخر العالم مرتبط بالفلوس. بس المشكلة بقى اننا ما تعلمناش الفلوس في المدارس وما نعرفش حاجة عنها غير انها مجرد فلوس، وعشان كده دايما مزنوقين في توفيرها ومش معانا الفلوس اللي بنحتاجها. غالبا لو انت مولود في عيلة غنية وفي بقك معلقة دهب، هتكبر وهتبقى معاك فلوس وهتبقى غني. ولو انت مولود في عيلة كحيانة، هتكبر وهتبقى كحيان برضه. بس انا حابب اقولك ان دوام الحال من المحال، ومن الظابط مش دايما بيطلع ظابط، ولا ابن الرقاصة بالضروري يعني يطلع صبي علم. الإحصائيات بتقول إن 68% من أغنى الناس في العالم هم ناس عصاميين، بنوا نفسهم بنفسهم من الصفر. تخيل. وقبل ما تشتمني في الكومنتات وتنظر عليا، اسأل نفسك إيه هي الحاجة اللي الناس دي عرفوها خلتهم يعملوا الفلوس دي كلها وبقية الناس لأ. في الآخر كلنا بشر. بس اللي عايز أوصله لك إن الناس دي تفكيرهم في الفلوس غير تفكيرك، لأنهم مش شايفين أصلا إن الوظيفة هي اللي ممكن تجيب لك الفلوس. غالبا أنت شايف إن هو ده الصح والطبيعي من أهلك والناس اللي حواليك وأصحابك. لكن أنت لو اشتغلت في وظيفة وبتاخد فيها 200 جنيه في اليوم وبتحوش منها 2000 جنيه في الشهر مثلا، فأنت هتحتاج 500 سنة عشان تعمل أول مليون. وما تنساش إن في تعويم، يعني بعد 500 سنة لما تعمل المليون ده مش هيجيب لك حاجة أصلا. بس أنت فتحت الفيديو ده عشان يبقى معاك فلوس كتير وفي أسرع وقت ممكن. أنا فاهم ده كويس. عشان كده لما هتخلص الفيديو ده هتعرف إزاي تعمل فلوس بطريقة تفكير مختلفة، وهتعرف إزاي أغنى الناس في العالم عرفوا يعملوا الأرقام دي وفي وقت قصير أوي. قيمتك الحقيقية مش في الفلوس اللي في حسابك. قيمتك الحقيقية هي نفسك لو خسرت كل الفلوس دي. الكلام ده لازم تفكر فيه كويس قوي. وده ليه؟ لأن عايز أعلمك ما تجريش ورا الفلوس، لأن الفلوس مجرد مكافأة بتاخدها لما بتقدم قيمة للناس. وسوق العمل اللي هو مجتمعك وأهلك وأصحابك والبني آدمين. انت لما بتروح شغلك وبتشتغل 8 ساعات في اليوم بتاخد عليه مرتب، وكل ما ترقيت كل ما مرتبك بيزيد. عشان كده شيف المطعم بياخد فلوس اكتر من عامل النظافة في نفس المطعم، مع احترامي الكامل لعامل النظافة. وده ليه؟ عشان مش اي حد هيطلع الاكل بنفس جودة طبخ الشيف، لكن العامل يقدر اي حد من غير اي خبرة ياخد مكانه ويعمل نفس القيمة اللي كان بيقدمها للمكان. انا عارف انك فتحت الفيديو وبتسمعني عشان توصل لطريق غير ده خالص، وعشان كده انا بقولك بطل تجري ورا الفلوس واجري ورا المشاكل. مش هقولك اشتغل بقى في التسويق واشتري كورس دروب شيبينج او العب لعبة التداول والكلام ده، لانهم من الاخر هيخلوك تضيع اكتر واكتر، لان الناس دي بتستغلك وبتبيع لك مش اكتر من كده.
أنا واحد بيكره الكذب جدا، وهي دي الحقيقة، إن الفلوس بتساوي المشاكل. إيلون ماسك حل مشكلة التداول الفلوس لما عمل باي بال، وفي سنة 2002 شركة eBay اشترت منه باي بال بمبلغ 1.5 مليار دولار. جيف بيسوس حل مشكلة المتاجر لما صنع أمازون، اللي دلوقتي تقدر تشتري منه أي حاجة وتوصل لك لحد باب البيت من غير ما تتحرك من مكانك. ودلوقتي قيمة أمازون معدية ل1.5 تريليون دولار. الخلاصة يعني ما تدورش على الشغل اللي هيديك فلوس، دور على المشاكل ازاي تحلها ويجيلك من الحل ده فلوس. وده معناه انك لو حليت مشكلة الناس بتدفع فيها 1000 جنيه هتكون ال1000 جنيه دي بتاعتك، وبالتالي لو حليت مشكلة بيعاني منها مليون واحد هتكسب ملايين. دلوقتي هيجيلك واحد في الكومنتات يقول لي انا لازم اعمل امازون يعني ولا باي بال عشان ابقى غني؟ مستحيل طبعا. وانا جاي اقول لك لا، هو مش مستحيل خالص. اسمع الناس بيشتكوا من ايه، وايه اللي تعبهم في حياتهم، وايه الحاجة اللي ممكن تخلي حياتهم اسهل. المهم انك تخلي بدايتك انك تدور على المشكلة، ولو لقيت مشكلة تعرف تكون الحل ليها، ده ياخدك في حتة تانية خالص. لو قررت فعلا تاخد كلامي بجد وتمشي في الطريق ده، فانا حاسس بيك وعانيت زيك ويمكن اكتر. وبصراحة انا مهتم اسمع كل تجربة مريت بيها، وتقدر تسيبها لي في الكومنتات، واوعدك اني ارد عليها مهما كان عدد الكومنتات اللي هتجيلي. نرجع لموضوعنا. انت دورت كويس على مشكلة وقدرت تلاقي لها حل. يعني انت مش اقل من صاحب اوبر لما ما كانش لاقي تاكسي فحول كل العربيات الملاكي لتاكسيات تنقل الناس وعمل اوبر. ودلوقتي انت عندك بيزنس بيحل مشكلة. نيجي بقى للنقطة الأهم وهي المكافأة. تقدر بعد وقت كبير تبيع الشركة اللي انت عاملها وقضيت عمرك سنين تكبر فيها وتهتم بتفاصيلها، وممكن تحتفظ بيها وتطورها أكتر وأكتر مع الوقت. البيزنس ده هيدخلك فلوس بشكل يومي وانت قاعد في البيت، دخل سلبي مثلا زي ما بيقول. ممكن تحس ان الفكرة دي بقت حياتك وما تقدرش تتخلى عنها، لكن خليني أسألك قبل كل ده، انت كنت بتحلم بإيه؟ وإيه هو هدفك؟ وفي النهاية حابب أشكرك انك سمعتني للآخر. حابب أقولك الخلاصة وشوية نقط كده حابب أوضحها. أولهم ان الفلوس وطرق صناعتها وعمل الشركات والاستثمار صعب أغطيها في مجرد فيديو قصير، لكن الطريق اللي بقولك عليه فعلا شغال، وعن تجربة شخصية أنا قدرت أحقق فلوس كتير منه واثبت فعاليته على مر التاريخ. أنا مش بقولك إنك لازم تعمل أوبر ولا أمازون عشان تبقى غني، لكن الحلو في العالم إن في مشاكل ملهاش آخر، ودايما هتلاقي الناس بتعاني من مشاكل جديدة. فحاول تخلي شغلك الشاغل إنك تلاقي مشاكل وتدور لها على حلول. ممكن ياخد منك الموضوع وقت، وخصوصا إنك بتبني بيزنس عليه، لكن صدقني الموضوع يستاهل. وخليك متأكد إن بدايتك مش بس متعلقة بالفلوس، لأن في الآخر الفلوس مجرد ورق، فما تربطش السعادة بيها. هي مجرد وسيلة تحقق بيها الشيء اللي هتكون سعيد بيه، لكن ده مش هيحصل غير لما تكون سعيد باللي عندك دلوقتي. ممكن تكون سعيد وانت وسط أهلك، أو في خروج مع أصحابك، أو بهواية بتحب تعملها. المهم إنك تكون سعيد، وفي نفس الوقت اسعى دايما إنك تكون غني وتعمل الفلوس اللي هتحررك من عبودية الوظيفة. معروف إن محدش بياخد رزق حد، لكن لازم تسعى، عشان أكيد ربنا مش هيساوي بين واحد بيتعب وبيجتهد عشان يوصل لحلمه وباللي بيقدم على أسهل وظيفة يقدر يشتغل فيها وبيرمي نفسه فيها بالسنين من غير سعي أو إنه يدور من إنه يحسن نفسه. طور نفسك، حسن مهاراتك عشان تقدر تمشي في الطريق اللي شرحته لك. وآخر حاجة حابب أقولها لك
إني شرفني نكون أصدقاء، وإني أفيدك بأي شيء أقدر أقدمه حتى ولو يوم واحد بس في الأسبوع. اعمل اشتراك في القناة عشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل إن شاء الله. كان معاك رامز، شكرا على المشاهدة، وأشوفك في الفيديو الجاي. مع السلامة.